اتفضل. مدموزيل. افندم. من فضلك قولي لسالي ان انا جيت. حاضر. اتفضل. ميرسي. سالي لسه نايمة؟ لا دي. ايه خرجت؟ ايوه. بيقول لها ما عنديش مواعيد لمقابلات تانية. استاذ مراد استنى، انا عايزه، قصدي هي معذوره، طلبوها تكمل اليوم اللي ناقص في الفيلم اللي بقى لهم سنة بيعملوا فيه. وقالت لي اكلمك في التليفون تضرب لها ميعاد تاني بس نسيت. هي بقى لها سكرتيرة؟ لا ده انا قريبتها؟ صاحبتها وبحب السينما خالص. تحب تمثلي زيها؟ يا ريت. ليه لا؟ بس العيله. يعني انت شايف اني انفع؟ جايز. بس مش كومبارس. بطلة؟ زي ما طلعت سال. هنتفاهم في البيت. عندك؟ انا ما بتفهمش في العربية ولا في قاعدة على النيل. بس انا عايزه اطلع ممثله مش رقاصه. مش عايز مناقشة. تهزي اكتر اكتر اكتر. فوق الترابيزة، على الارض. سيب الفستان. اللي تنكسف ترجع للعيلة. مش عايزة تبقي مشهورة؟ الناس كلها تشوفك وتسمعك وتتكلم عنك. مجدي مجدي. مجدي اخويا. اهلا وسهلا. الانسه. خد حمض الفيلم وكبر الصور كويسه. اسمك ايه؟ بصراحه اسمي هنا، لكن لو حبيت اغيره اغيره. ما هي سالي كان اسمها نفيسه. تسميني ايه بقى؟ اما اشوف الصور. هتتاخر؟ وراكي حاجه؟ لا ابدا ابدا. اشربي. ايه اول مره؟ ها؟ ايوه، لكن زي ما هتقول هعمل. والعيله؟ انساها. خطيبك؟ مش مخطوبه. حبيبك؟ ما بحبش حد. استاذ مراد، انا عايزه اوصل بسرعه، ودي لعبتك. اتعلمت لحد فين يا هنا؟ ما تسالنيش، انا كده اللي قدام. انفع؟ يا خبر اسود، فوطه فوطه. طيب طولي بالك. الله، فوطه. مالك مستعجل على ايه؟ مخدوده كده ليه؟ هو ما خدتهاش ازاي بقى؟ هو في حاجه تاكل ببره السجاد زي البلعونه دي؟ ست سالي قالت لي كده. يا دي الفال المهبب يا هنا يا بنت عبد الستار، يا دي الفال المهبب. اوعى رجلك كده امال، اوعى رجلك. انت مين؟ اتكلمي. لا انا مش خدامه زي ما جه في بالك. انا بنت عبد الستار حسنين، اوجه واغنى خلي في البحيره، وامي كانت من مصر. اهل البلد اتوشوشوا عليها وقالوا غزيه وتابت. صدق ولا كذب؟ كانت حاجه تانية غيرهم، وماتت من زمن بعد ما ملت دماغي بكلام كتير عن مصر وعيشة مصر وعيشة أهل الفن اللي كانت غاوياهم وغاوية المجلات اللي بتحكي عنه. علمتني أحلم بدنيا غير اللي كانت حواليا، خلتني أكره البلد واللي فيها مع إني كنت وردتها، وكنت مخطوبة لابن شيخ البلد عابد اللي تتمناه كل صبية فيها. لكن عني أنا مش عارفة، أهي كانت كلمة بيني وبين أبويا ماليش فيها يد ولا حب. زهقت من قعدة البيت وحكمت رأيي لازم أشتغل. بس المرة دي أنا اللي نقيت. ما كانش في شغلة حواليا أحسن من كده أتسلى فيها.
اهو يوم ويوم لا. كنا بنعبي برتقان عشان يسافر بلاد برا. يا ترى شكلها ايه بلاد برا دي؟ لا 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 لا، خلينا في مصر، مصر القريبة. أمي قالت لي أنا بتاعت هناك مش بتاعت هنا. أمي قالت لي اللي ألبس توبه هبقى فيه أحسن منه. يا مين يطولني ثيابك يا بنت مصر. لكن أبويا القاسي، أنا عارفة ليه واقف في سكتي. ما كانش قدامي غير ثياب الفلاحين اتغندر بيها ما بين حبايب وحساد. أنا بنت الخول. كانت غية النجز بعيوني لحد ما جه اليوم اللي كتب اسمتي. كانت أول مرة أشوفك يا سالي. اسمع من فضلك. نعم استنى. ولا ابو المعاطي اجري يا ولد. في ايه يا عوضيه؟ هياخدوا مناظر للسيمة. سيبي. ايوه يا حسنين. بنت يا خضرا. حسنين. اجري يا بنت. انت البنت مبروك. اجري يا ولد. اجري يا بنت. اجري يا ولد. بنت يا خضرا. مفيش فايدة إن حد يبص عليا ولا كأني هنا بنت الخول. يمين يطولني ثيابك. أمي قالت لي اللي ألبس توبه أبقى فيه أحسن منه. حتى أنت يا عابد يلي قاري فتحتي.
بكرة صورتها تلف الدنيا وعالم زي النمل يتفرج عليها. احسن احسن، حوش اللي وقع منك يا شابة. مش هشتغل دلوقتي، في يوم تاني وحتة تاني. عبد الفتاح. فندم يا فندم. حضر مشهد 69. سيبها لي انت يا شاب. مع السلامة. يختي بتبصي لي كده ليه؟ ده انا في صفك يا شاب. يلا يلا تعال. يلا بقى. ده انت بقى بنت الخولي. ايوه، وادي ارضنا هناك اهي، 7 فدادين في حوض واحد غير 5 قرايص في وابور الطحين وجنيني وبط. طب تعالي تعالي حكيم، انا بقى احب حاجة الارياف موت، والنهارده بقى فاضيالك. وبقينا اصحاب انا وفاطمة طماطم، ومالت دماغي بكلامها الناعم اللي اقوى من السحر. بقول لك انا اللي مطلعه سالي وكل دول اللي عاملين نفسهم كواكب ونجوم وبيكسبوا الالوفات والدنيا بتسقف لهم. حسرة على الحلاوه الرباني اللي محبوسه في الارياف. هتنزل وياك عنك انتي. قطعت واديت لفاطمة طماطم وفتحت لي باب ما خطرليش قبل كده على بال. وهو فيه شغلانه دلوقتي يا حبة عيني احسن من التمثيل. النهارده كده بكره حب فوق خالص، وياما ورد من الغيط ومن الحاره. اساليني انا مربياهم على كفوف ايديا دول. وانت يا بنت عينيكي حلو وشفايفك ورجليكي الا الخلخال ده يجي على قدي. وانشغل فكري على الاخر بكلام فاطمة طماطم. فوق خالص بعيد هناك ألوفات والدنيا تحت رجليهم، واني من مصر ومنهم. وامي قالت لي اللي البس طوبه ابقى فيه احسن منه. على فكرة أنا هكلم المخرج وأوصيها عليكي بكرة، ويبقى لي الحلاوة شكل تاني يا بنت الخولي. ومين بقى فاطمة طماطم دي؟ دي رئيسة كبيرة جوي معاهم يابا، من غيرها المشخصية لا يعرفوا يلبسوا ولا يعملوا حاجة أبدا. بس أنا قلت لها لازم أقول لأبويا وآخد منه الإذن. خلاص ما عنديش مانع ياخدوا منظر عند الساقية بتاعتني. وإن كان على الغدا أنا مرضيش أشدد في العزومة إلا ما أقول لك. وده غدا ايه كمان بقى؟ ما أنا قلت بقى مين يكرم الغريب إلا سيد البلد. طب قولي لأم عويس تذبح جوزين بط. لفت ما يلزم راح أوضبه أنا. ايه تاني؟ اصل الجدع ده اللي بيسموه اسم الله على مجامك المخرج، اول ما رمى بعينيه نواحيه بقى يحكي ويستغرب ان في واحده من الارياف بالمنظر ده. ما هو بقى ما كانش عارف انا بنت مين وبنت مين، وقال ايه عايز مني زي ما تقول كده يعني اشخص معه المنظر عند الساقي. تقولي ايه يا بت؟ انا ما قلتش حاجه يابا، هو اللي قال. انت عارفه لو حصل كان يجرى ايه؟ راح تشمط الحبل في رجبينا كلتنا وتعلقنا في التوته اللي فوق السجن. طب حط الولع. شهل امال يا عويس، يلا. ده ايه ده؟ خش الصف انت وهي، خش الصف، خش. ايه ده؟ وبعدها لك يا سكينه انت وشلبيه، خش الصف يلا، خش الصف. اما يا ولد فرجنا فرجي. اي دي سيبه ولا بلاش؟ يا خيرتك يا حمدان يا ولد حمدان.
الله يا شمس احمرت ليه يا سكينه؟ مكتوب عليك يا شلبيه. ما تحطيش في بالك منهم يا هاني. نشفي دمعتك بقى ويلا بينا على الدار. اما الدنيا تلاقي مش عايزه اشوف حد ولا حد يشوفني. طب بس انت افتحي قلبك كده من ناحيتهم وخلي فكرك هنا بدل ما يشت بعيد، وانت تلاقي المحبه محوطاكي من كل ناحيه وانكتب لك في كل خطوه سلامه. كان ايه بس اللي اخركوا يا طماطم؟ سقت عليك الحسين تشيعي لي مكتوب يطمني بعد ما خدتي فكري وقلبي معاك يا ست طماطم. بس اسمعي، شيعيه باسم ابويا واكتبيه بالسين وانا هفهم. اصل المخرج لغى المشهد اللي كان هيتصور عند الساقية العظيمة بتاعتي. وانا في الحقيقة بشكرك جدا واشكر بنتك الممتازة اللي وعدتنا باكلة فطير مشلتت ورز معمر وحلفت 100 يمين على كده. ولما كان وعد الحر دين وعشان ما توجعش هنا في حرمانية وتروح النار يوم القيامة فلا مانع من ارسال المأكولات على العنوان الموضح سافله. وانا في الانتظار وكل عام وانتم بخير وسلام والكل من عندنا يهدوكم السلام. أنا يابا لو قعدت ولا حليت. امال يعني بتلجح جتتي؟ ودي معناتها ايه غير كده؟ خير ما عملت يابا ونحمي به الفرن كمان. على فكرة انا اتفقت انا وعابد بعد الجني وتسليم القطن راح نكتب الكتاب والدخلة في ليلة واحدة. وانا في الحقيقة بشكرك جدا واشكر بنتك الممتازة. بنتك الممتازة يعني متأكدة اني هنفع؟ اللي وعدتنا بأكلة فطير مشلتت ورز معمر وحلفت 100 يمين على كده. ولما كان وعد الحر دين. وعد الحر دين يعني هتخليني امثل واتغندر. وعلشان ما تقعش هنا في حرمانية وتروح النار في يوم القيامة فلا مانع من إرسال المأكولات على عنوان الموضح سافله. طيب هو فيه مأكولات غيراني تبقى غرضها سافلها على مصر؟ ولا واتفتحت لك طاقة القدر يا هانا؟ السماح يابا انت وعابد. انا عارفة الناس هتحكي وتتكلم عشان هربت. لكن بكرة الغمامة تزول لما يلاقوا اسمي مزهزه على كل لسان وارجع لكم بنور الدنيا وعزها وخيرها. السماح يابا. المشلتت والمعمر. ايواني لا انت فاهماني عبيطه ما فهمش بلغه الصين. حلاوتك الله يحفظك. ده كله ما انت حكونا معاكم. الطرد واصل يا عباس برجوع البريد. والله فين اهو بتبصي فين اهو مشلتت ومعمر بايدين ورجلين وشاي. حلو يبقى اتعشينا.
بنتي بقى يا حبيبتي، هربت من بيت ابوكي عشان انا اعملك نجمة سيما. اللي يريحك انت. هو ده، اختي دي ياما طلعت ناس، وانا كمان ياما طلعت ياما. وانا من ناحيتي راح اطول رقبتكم النوبه اكتر من اي نوبه. لا ما هي المواهب باينه اهي، باينه قوي. صبرك بالله لما غير طبل رياض. الله اكبر الله اكبر. كده طب والنبي لا انا نازله المسك اجيب حتتين جماش وارجع. راح فين يا بنتي تحويل احسن تتوهي. ما تخافيش عليا، ما انا جيت مصر نبتين قبل كده في مد الحسين. مدد مدد. الراتب حلاوتك. اعلي بقى بواحد صحيح. 10 ساغ ما فيش غيرها يا بلطج انت. اعلي بقى، امال خلينا نروح نوضب الجو عند الريجيسير. ماشي على الاستاذ. مساء الخير. مساء الخير. كويس كويس كويس، مع السلامة. عباس بتقولي كلمه تطمني الله يخليك. هلا. نعم. مبروك. بتقول ايه؟ بقول لك مبروك. وحياة النبي. والله العظيم مبروك. لكن ده انا مش مبروك، اسكتي خالص وانا هحكي لك. بقى يا ستي الريجيسير مكار، عشان كده لمستلك تطلعي بره. الله، لقيته عايز يكسر مقاديفك، لكن على مين ده؟ انا عبس. باختصار اتهبل لما شافك، وباختصار هيدوكي الدور التاني في الفيلم، وباختصار الشغل بكره، وباختصار هيدوكي 500 جنيه. اجمادي امال. اصل انا بقى قريت دورك عنده وسبته يخيش في نافوخي من ساعتها عشان احفظك وامرنك وتروحي لهم بقى بكره انستا اللانش على سنجة 10. ها يلا. اول منظر، انت جايه من بره تخبطي على باب اوضه النوم بتاعت والدتك خبطتين اللي هي دي مثلا، وتفتحي وتدخلي وتقولي صباح الخير يا مامي، وتقفليه وراكي. تعرفي تعمليها؟ قوي قوي. مستنيه ايه؟ اكشن. صباح الخير يا عم. كويسه؟ بتتكلمي فلاحي ليه؟ سامح النوبه، المره الجايه هتكلم زي بنات مصر لبلب. خلاص سماح. اللي بعده. المرة دي بقى تلفي حوالين نفسك بسرعة 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 وتقولي أنا فرحانة 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 فرحانة. يلا أكشن. انا فرحانه 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 فرحانه. كفاية هاي. ادام التشخيص سهل خالص بس بيداوم. اللي تدوخ تدور على شغلانة تانية. لا 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 اعملها لك تاني. فرحانه فرحانه. مفيش وقت مفيش وقت. اللي بعده. المرة دي بقى حتة صعبة ومؤثرة. انت نايمة على السرير اهو عيانة وبتقلبي بقى من الوجع. يا بطني، بطني هتتفرتك. الحقيني بالدواء يا ماما. دي مؤثره بصحيح. تعرفي تعمليها؟ واعمل ابوها اكشن. اكشني. بطني هتتفرتك، الحقيني يا ماما بالدواء. اي بطني. اعوذ بالله، ده بيشعوط في الزور. زفت، قطران، هباب. انت الاحسن تروحي بلدكم بدل ما تهزق بسببك. ليه بس؟ تمثيل ده يا اخواتي ولا مسخره؟ طب علمني يا سي عباس. بطني بطني، مصاريني بتتقطع، الحقيني بالدواء يا ماما. دواء اهو يا بنتي، بالهنا والشفا. أعوذ بالله،
هم هيدونا برضو دواء زي ده بيشعوط في الزور؟ في سبيل المجد. الازازه دي فيها خمر. يلا صوت يلا صوت يلا سيدي 65 واحد. ست شرفت. انا جاهزه. طب نراجع مع بعض. هاي اصحي خلاص يا ستي انا الاوان وهنشتغل. الست هانم وصلت بعد انتظار 4 ساعات. يا عيني علينا، رخر المخرج تلاقيه هيطرشق منها. يلا ناس جاهزين يا استاذ، جاهزين يا استاذ. يلا كلاكيت. اقفوا نستعد. استعداد تصوير. ايوه نستعد تصوير. استعد. ايوه انور نور كلاكيت. خش كلاكيت. جاهز. نهدى نسكت خالص. بارتي كلاكيت. 65 واحد اول مره. اكشن. بتشبه ايه اللي خلاكي كده؟ انت وبرج الحمام وابنك ابني؟ طالع شبهك بالظبط. انت كدابه. كدابه. ايوه كدابه. طب سيبني بقى خلينا الاقي لقمته. قال ابني قال. ستوب. كاميرا كويس. الحمد لله. يلا بينا يا اختي. يلا بينا فين؟ لسه بدري. ما قلنا خلاص ما بتفهميش عربي. يا بنتي عباس ده بلطجي، ده اخته طماطم طردوها من الفيلم عشان اخلاقها، مش كده يا سوسن؟ أيوة. حد يصدق دول؟ اتفضلي جنيه وجريتك. يا نهار اسود. جنيه. امال انت فاكراها ايه؟ فوضى؟ عايزه تيجي من ورا الجاموسه على عرش السينما كده على طول؟ جنيه. خطوة خطوة يا حبة عين. ولا ده بقى جزات المعروف. وليلة امبارح يا فاطمة. يوه اتهدت الدنيا اللي بنت الخول اتنقلت من حال لحال. يا سافل يا مجرم. بطلي بقى. ولا مش عاجبك ابقى واحد من اصحاب النصيب؟ طب يا عباس راح اوريك انت فاطمة، راح تشوفه. حلو. ظريف. يا لهوي فلوسي يا نصاب يا حرامي. ما تجيش ادبك يا بنت. فلوسي وانت يا حرامية. لا الصيغة يا ايه مالكة قاعدة فيه بلاش. اوعي كده. طيب راح اقعد ابويا يسيح دمك ودمها. قبل ما يسيح دمنا هيكون مسيح دمك انت يا شاطره. ولا نسيتي لما حطيتي راسه في الطين لما هربت من البلد؟ لمي هدومك بقى وروحي له. أنا حطيت رجلي بتمن غالي ولازم أكمل، بس المرة دي السكة الجديدة اللي عرفت إنها توصل. المخرج هو صاحب الأمر والنهي. مثلت قصاده زي سالي عشان يعرف أنا إيه، ولقيته اتقدم ناحيتي، اهتم بيا، اتهبل عليا، اختم المنظر على آخر حلاوة يا هنا. حبيب قلبي انا ملك ايديك. هو الفن رخص عشان انت وامثالك يقدموه للناس؟ فاكرينه ايه؟ سوق للتفاهه والحقاره والليالي الحمراء. أتاريه كان فاكرني بتحجج بالتمثيل
عشان افرجه البضاعة اللي هبيعها له بتمن دور يديهولي. خرجت بجرح جديد وبكلام غريب عن التعليم والمعاهد والتمثيل. كان بيتكلم بالسنين وانا بحسبها بالساعة قبل اليوم. لا لا، لا هي سكة عباس ولا سكة رفعت. يا ترى كانت ايه سكتك يا سالي؟ نعم. انتي مش فاكراني؟ عايزة ايه؟ الحالة ضاقت بيا في البلد، قلت انزل مصر ادور على لقمة عيش. وجاياني انا ليه؟ اشتغل عندك. طب اقفلي الباب. حاضر. وبكده قدرت اشوف واسمع وبمهيتي اشتري واتعلم من اللي سبقتني لغاية ما تيجي الفرصة. بس يا خسارة لسه ما انش الاوان. معلش. استني. رايحة فين؟ ادور على سكة جديدة. انت مجنونة مجنونة. البلد ضيقة باللي فيها. جاية لها من الارياف تعملي ايه؟ ما انت قلت مجنونة. وانا احب اتعامل مع المجانين. يلا يلا كلمي سالي في التليفون، قولي لها انك رايحة البلد ومش راجعة. مجدي. ايوه. شوف لها حتة تبات فيها. التليفون جوه. اخرجي دلوقتي وارجعي بلدكم على طول. انت بتقول ايه؟ انا سمعت كل حكايتك وبنصحك، يلا اخرجي. سامعه؟ ده بيكتب العقد اللي هيربطك بيه. قصدك ان مراد زي عباس؟ بالعكس، ده هيوصلك في غمضة عين ومن غير ما ياخد منك الثمن اللي جه في دماغك. هو مخرج؟ لا مخرج ولا مصور ولا منتج، لكن بيعرف ازاي يوصل لغرضه. طب ليه بقى عايز تقف في سكتي؟ حرام عليك. مفيش وقت علشان افهمك. اخرجي اخرجي اذا كنت خايفه على مستقبلك. يلا. اسمعي يا هنا، انت من دلوقتي اسمك صافي. صافي 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 صافي. الو، انت فين يا زفته؟ انت مسافره البلد في 60 داهيه. شايف يا دكتور، حتى الهبابه دي هتسيبني في وقت زي ده. يبقى مفيش داعي نستنى لبكره، يلا بينا دلوقتي على المستشفى. ما تشوف حل تاني يا دكتور. ما احنا جربنا العلاج في البيت. بس انت عارف الوسط بتاعنا، ولو حد عرف يبقى هتكمل. واحنا بقى هندور على كلام الناس ولا هندور على صحتنا؟ بكل اسف اللي زينا حياتهم قايمه على كلام الناس ونظره الناس، وما بنعرفهاش الا متاخر قوي. قريت العقد كويس؟ كويس قوي. انت 40% و60% علشاني قصاد كل اللي هعمله علشاني. موافقه موافقه على اي حاجه تقولها. يبقى مبروك. مجدي تعالى يا عمر، نقلنا صورة من دول عشان تكبرها ونعلقها على باب الكباريه. مجدي بيرسم كويس قوي. هشتغل في كباريه؟ عشان اوصلك للسينما من اقصر طريق. لا بس انا ما اقدرش ارقص. خلاص تغني. ما اعرفش، وكمان صوتي وحش قوي. معلش مش مهم، اي لحن اي كلام اي حاجة محدش بيسمع. المهم التسريحة والفستان والحركات. والآن سيداتي سادتي، وجه جديد، لحن جديد، اسلوب جديد، الفنانة صافي صافي. إلى المجد يا أعظم فنانة في الوجود. انا نسيت كل حاجه، مش قادره. يلا مش قادره. يلا مش قادره. يلا.
لذيذة قوي الطريقة اللي بتستعرض بيها فستانها وجمالها، مش كده يا سيد؟ طبعا. ميزانسين جميل فعلا فعلا. انطقي. أول هواك زي الآخر قول الهوى يروح يتاخر بحرقة خالص حبيتك عملتني يا سلام، هايل. ويسكي دبل علشان نتمتع بالموجة الجديدة في الغنى. حرام يا روح القلب حرام ما طولش من الحنية جرام يا حلو يا لبس يا فاكر أنا في غرامي وصلت الطب أداري قلبك بالبدرون بدل فؤادي طب كنت اعتذر أو برافو اسرع. انا كتبت الكلام ده يا استاذ. مال؟ انت عماله تالف كلام فارغ من عندها وتقول. الكوميدي دي يقلب بدراع والكورة ما تخشش جوه يا لوادية يا حسرتي يا حرقتي يا لخمتي حتى فساتين التي ايوه شارياها من جاردن سيتي ايوه وسعت عليا يا حبيبي والبني وقال لي يا حبيبي ومستحملي يا قطوطة وتنشفي بأجمل فوطة ومستحملي يا قطوطة وتنشفي بأجمل كل الصف ده في التاكسي وتروح على طول. سقف يا بص احسن يقولوا علينا ما بتفهمش. احنا لازم بقى نفتح شمبانيا للوجه الجديد يا ابوي. قوي يا اخويا. ابوسك منين يا امين على الاكتشاف الهايل ده؟ مش هو اللي انبات، دي هي. خصوصا لما عرفت السر. سر؟ ابهتني بالاسرار، الله يبهجك. اتاريها مش موجة جديدة، دي احدث مدرسة للفن اسمها الاسفكيالية. تقول ايه؟ الاسفكيالية. اتعلمتها من بوبو مار المخرج السويدي اللي سافر من يومين. يا لهوي، اموت انا في الاسفكيلية. ماشي يذاكر الغد.
هتكسب كتير من وراها. يمكن. اسفكيالية اسفكيالية اسفكيالية. أنا في تصوري إن صافي كانت بتقدم الأغنية السريالية لأول مرة في مصر. سريالية ايه؟ دي تلقائية انبساط الانغام المستبطنة. طب بص لها من الزاوية التحليلية. النظرية التركيبية هي الأصح. لا 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 تركيبية ولا تحليلية، دي فنانة أبسوردية صميمة، ثم إن إحنا ستات نفهم بعض. بتضحك على إيه يا أستاذ عجيب؟ افتكر مش معقول ابدا يبقى الفنان السويدي العظيم بوبو مار لسه سايب مصر بقالوش يومين اتنين بس، نقوم احنا ننسى مدرسته الحديثة في الفن. بوبو مار؟ أنا قريت عنه. اوه ومين ما قراش عنه؟ انا بقى حضرته في الهيلتون وهو بيديها اصول الاسفكياليزم. مجد، أطباق، صور، ناس، جرسونات. إلى المجد يا أعظم فنانة في الوجود. طخ 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 طخ. لكن جابت نتيجة. إيه يا مجد؟ شايفني هموت من الفرح وأنت قاعد ساكت؟ ايه؟ عايزانا اسقف للهلس اللي عملتيه؟ بقول لك كانوا هيتوسوا عليا ولسه ولسه ولسه. هي دي الخطورة، انك تستحلي النجاح السريع الرخيص لحد ما يضيعك زي ما ضيع مراد. مراد ضايع؟ هي دي الحقيقة بكل أسف. مراد الغني القوي الناجح ضايع. كل ده نجاح مزيف. مراد الحقيقي كان زمان يا خسارة. تعرفي يا هنا، مراد كان كاتب عظيم، أديب صادق شريف، ما كانش لازم أبدا يكفر بكل القيم علشان إيه يا مجدي؟ علشان الظروف الوحشة اللي خلت بعض الأدباء الكبار يستغلوه، ينشروا أعماله باسمهم. لكن مش مهم، اللي عايز يوصل ويستمر لازم يصبر ويصبر ويصبر. كله تمام. فرسان الليل، الاسفكيالية، الانبثاق، الأعماق. ايه؟ مالك؟ ده بدل ما الاقيكي مجنونة من الفرح. استنى يا مجدي، أنا لازم أعرف بالظبط فين الغلط وفين الصح. يعني سممت أفكارها. سألتني وما قدرتش أخالف ضميري. يبقى لازم تصدقيه، لأنه ملاك طاهر حامي حمى الأخلاق والفن والجوع والذل والعذاب والموت. مراد، ما تحاولش انك دايما عملتني شيطان في نظرها. انت اللي بتعمل بنفسك كده وبتنسى كنت ايه. ما نسيتش. مش هنسى ابدا، مش هنسى ابدا. شايف الجرايد قد ايه بتمدح فيهم، والكتب بتتباع باسمهم هم. ناقصهم ايه يا مراد؟ ناقصهم ايه عشان يحرموك من حقك، من عرقك؟ ده حرام، ده حرام، ده ظلم ما يسكتش عليه ابدا. انت اللي كتبت وانت اللي تعبت وانت اللي تجوع وانا. مجدي، لآخر مرة هقول لك،
انا لما دفنت مراتي دفنت معاها التزامي ومبادئي وقلبي. مستعد احطم اي انسان يقف في طريقي، حتى لو كان انت يا مجدي. لا، انت ما بتحطمش حد الا نفسك ومستقبلك. كان اولى بيك انك تحارب الاستغلال اللي كنت ضحيته، بدل ما يبقى سلاح في ايديك تحارب بيه الناس. يعني انت مصمم على انك ترفض الطريق اللي اخترته لنفسي وخلاني كده؟ ايوه. وليه راضي انك تعيش معايا هنا تاكل وتتعلم من نفس الطريق؟ وايه اللي هتقدر تعمله هنا علشان تحقق احلامها بعد كل اللي راح منها؟ كلام كلام، شعارات، انسى. مش معقول. طمطم بقى العواد انت عني ما عنديش فلوس. فلوس مين؟ بص شوفي. ايه لسه بتتفرجي على صورك؟ انا وكل الناس وكل المجلات وكل الجرايد على كل لسان. استاذ مراد، مراتي حبيبتي. ده انا برضو السبب يا استاذ مراد. ثم ان دي تعتبر مراتي قدام ربنا. مش حرام الفلوس اللي خدوها؟ في الجو ده كل شيء له ثمن، حتى السكوت. ايه تاني؟ اتفضل. عابد حشو يا مراد. انت عايز ايه؟ انا مش جاي في حاجه من اللي في بالك يا هنا. انا عرفت سكتك من الجرنان وجاي اقول لك كلمتين واسيبك في اللي انت فيه. أنا عارف إنك خلاص مش راجعة لأهلك ولا هم كمان عايزينك، بس أنا ما أحبش حد غريب يشتري الميراث بتاعك ويدوس فيه. أنا هستنظر وكيلك في البلد، واللي هتطلبيه هدفعه. انهي ميراث؟ أبوكي الله يرحمه، اللي ما رفعش دماغه في البلد من ساعة ما هربتي. الباقي في حياتي
كان عايش كان مصيره يلاقيكي ويقتلك. عايزة الشهرة والأضواء، يعني تعيشي من غير قلب. اكرهيني ما يهمنيش، لكن دلوقتي هتخرج لي التوافي اللي بيستنوكي ويسقفوا لتفاهتك. ده مفتاح الشقة اللي أجرتها لك، هتسهري فيها الليلة مع مرسي وشلته. جزم مليانة فلوس، هتضحكي وتشربي وتغني وترقصي، علشان هيتفقوا معاك على إنتاج فيلم أنت بطلته. أنت البطلة اللي ما بتعرفيش أبسط قواعد التمثيل. أنت ما كنتيش بتهزري لما عرضت عليا نفسك، وانا ما كنتش بلعب لما قابلت. الشقة الجديدة مبروك. مبروك. عجبتك؟ قربت اكتر من طاقتك. بس لسه واقفة على رجلي. مش كل مرة هتقدري. هقدر. بيتهيألي.
من فضلك مش ده بيت الفنانين؟ ايوه يا بنتي، اتفضلي. مجدي، هنا اتفضلي اتفضلي. ابويا مات يا مجدي. مجدي، من رأيي انك ترسمها على طول يا مجدي. مش معقول يا كامل. الفنان الحقيقي ما يصدق يلاقي لحظة إلهام. ويبقى ايه الفرق بيني لما استغلها لعمل فني وبين غيري لما يستغلها علشان اي حاجة تانية؟ الفرق ان نتيجة عملك هتبقى لكل الناس. لكن اسجل لحظة ألم وعذاب بالنسبة لها، وانا اللي نفسي احط على شفايفها ابتسامة حلوة، ابتسامة من القلب. يبقى انا دلوقتي مش بتكلم ويا فنان، انا بتكلم ويا عاشق. صباح الخير. اهلا استاذ مراد، يا صباح الفل. اهلا. اتأخرت عليك شوية، البنك كان زحمة قوي. ما بلاش السيره اللي تلخبط العقل دي بقى على الريق كده. بقالك كتير ما زرتوش؟ يعني ما انت بقالك كتير ما اخرجتش افلام. اعمل ايه؟ مش لاقي قصه كويسه. عندك حق، المخرج لازم يبقى عنده ضمير ولازم يحافظ على اسمه. ضروري. اتفضل اتفضل يا بيه، اتفضل. علشان كده عايزينك تخرج لنا فيلم يا استاذ عطا. ها؟ 2 ليمون من فضلك. افتكر نقدر نصور بعد 20 يوم. ده كفايه جدا علشان نحضر مظبوط. بس انا ما عنديش قصه. سيد شحاته عنده قصه ممتازه، الحسناء الحلب. والسيناريو يا سيدي 10 15 يوم بالكتير يكون جاهز. يعني هنكلفته. وين كلفة ابوه. يا لص. مجدي، أي. هترجع امتى بيت اخوك؟ لا انا هنا مرتاح جدا. مش هيحصل بينك وبينه مشاكل. انا خلاص بقالي شقه لوحدي كده وهطلع من الكباريه. كويس، كويس جدا. اصلي هشتغل في السينما، مضيت عقد امبارح هنبتدي اول الشهر، بس المره دي انا البطل. مرة واحدة. هو اسم الفيلم ايه؟ مش عارفه.
وايه الشخصيه اللي بتلعبيها؟ لسه مش عارفه. طيب وقصه الفيلم بتدور حوالين ايه؟ لسه قصدي كله لسه وهتصوروا الشهر الجاي. ما هو مراد اخو مجدي. اللي بيلعب الاراجوز. كامل. مالك يا هلا؟ مش عارفه مش عارفه مش عارفه. لانك ماشيه غلط. ويعني اللي انتوا فيه ده هو الصح؟ على العموم احنا لا بنغش نفسنا ولا بنغش الناس. الحقوا يا بنت. سيبيه، ده مش اول مره. كسر يا ابو كمال، كسر يا كامل يا شيخ، كسر. يا نهار اسود، استاذ كامل انا مش عارفه اشتريه كده. بالغلطه اللي فيه. هي فين؟ انا مش شايفه حاجه. لكن انا شايفها، وفي ناس كتير بيفهموا وهيقدروا يشوفوها. يبقى بايدي انا اكرم بدل ما يبقى بايديهم. هنا، ايه رايك نتقابل يوم الجمعه الجايه بره علشان اصورك صورتين ثلاثه كده عشان ارسمهم؟ ها؟ دي شويه من عقود الفيلم، عقد المخرج والمصور والمونتير، امضيهم. أستاذ مراد، أنا الأول لازم أعرف القصة وأعرف دوري وأعرف كل حاجة. كده طبعا أنا بصراحة مش عايزة أتحط تحت المطرقة. فعلا. مش معقول يا مراد، انت فين؟ ايوه خلاص سبت المستشفى، لكن ازاي عرفت؟ الوسط ده مفيش حاجه بتستخبى فيه. قاعده شويه، نص ساعه هكون عندك. طبعا فيلم، امال هيكون ايه؟ انا كمان ما اقبلش انك تتحط تحت المطرقه يا صافي. ولا تحبي اقول لك يا هنا؟ ها؟ انا ما يهمنيش ان افضل هنا مصافي. اتفضل روح لها. انا مش عايزه حد يذلني، مش عايزه حد يذلني، مش عايزه حد يذلني، مش عايزه حد يذلني. هنا، وانا بشوفك لاخر مره عايزك تفهمي ان اللي بيحب انسان مش ممكن يذله ابدا. بتحبني؟ ومش خجلان اني اعترف لك، مع اني عارف انك تكرهيني. مع السلامه يا هنا. استاذ مراد، استاذ مراد، مش ممكن. انت بتحبني انا؟ أنا بنت الخولي. هنا، استاذ مراد، مش معقول. استاذ مراد، ربنا يخليك ليا، ريحتني، ربنا يخليك. مش هتقري القصه؟ انت ودورك، بتفكري في دورك؟ لا، بفكر في دور سالي. سالي؟ ما هي لازم هتتكلم في يوم من الايام وتقول اني كنت بشتغل عندها. جايز جدا. استنى، ايه رأيك نعمل لها دور في الفيلم، دور صغير وانا البطلة، ويكون في منظر
بضربها بالقلم. هي كمان ضربتني بالطين قدام اهل البلد. مش معقول. تلمستك. ايه مناسبة الزيارة دي يا هنا؟ هنا خلاص ماتت. لكن عندي انا لسه عايشة. وعندي انا نفيسة بنت الشيال لسه عايشة. انت بتتكلمي عن مين؟ ننسى بقى حكاية هنا ونفيسة، ألف رحمة ونور تنزل عليهم. اتلحلحتي قوي. الكار. انت عايزة ايه؟ أرد الجميل. العبي على المكشوف، انا ما عنديش خلق. سمعت انك خلصتي فيلمك الأخير من مدة طويلة. ايوه. وما سمعتش عن فيلم جديد اتعرض عليك. بالعكس، انا اتعرض عليا افلام كتير وبعد يومين 3 احنا اتفقنا نلعب على المكشوف. كملي. يوم السبت انا داخلة أول فيلم ليا. أنا البطلة وأنا المنتجة. استفدت بسرعة من جو الكباريه. مراد اصله شاطر وعرف يخدمك. خلينا هنا. ما احنا هنا. سيجارة؟ لا بلاش. أنا عايزاكي معايا في الفيلم. اعمل ايه؟ تمثلي طبعا. وانت البطلة؟ لكن دورك حلو قوي. يا سلام، يا ريتك جبت معاكي جلابيه فلاحي علشان الصوره تكمل. ابقى كملها بخيالك لما تيجي ترسم. ما تضحكي بقى. ايه اللي عاجبك في الصور دي؟ كده بشوفك اكتر. هنا بنت الارض الطيبه. وهي الطيبة بس في الزراعة والطين والفلاحين؟ فين مصر؟ فين الاستوديو؟ فين صافي صافي؟ ساعتها كام دلوقتي؟ ايه مستعجله قوي؟ ما انت عارف ان احنا بنحضر علشان الفيلم، ومراد ما عرفش ان انا هنا. مراد النهارده مش عايزك ولا عايز اي حد. النهارده ذكرى وفاه مراته. حبه القديم وحبه الوحيد اللي بكل اسف مش قادر يخلص منه. قصدك تقول انه ما حبش اي حد بعدها؟ ما حبش حد بعدها. لكن انا سمعت انه اي حاجه سمعتيها من الناحيه دي تبقى تمثيل في تمثيل علشان يحقق اغراضه. مش معقول. انا اتمنى انه يقدر يحب من تاني علشان يبقى انسان زي ما كان في الاول، لكن مفيش فايده. يا سلام، اجمل حاجه في الدنيا ان الواحد يعرف طريق الحب، الحب الصادق الحقيقي. مجدي تعال شوف الاستوديو اللي هنشتغل فيه اهو، ورا العمارات دي، شايفها؟ تبقى تيجي تزورني يا مجدي، تزور صافي صافي. 33 ادمينك غنم. ايوه ادمينك كشف اكسسوار. اهلا. ازيك يا استاذ زكي؟ اهلا سيد. انت الوحشه. امال فين المساعد بتاعك النهارده؟ بيجيب سجاير بس وكده. اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا. ازاي هنعمل فوق عند ايه؟ ازيك؟ جاهزين يا استاذ؟ انا جاهزه. واحنا كلنا جاهزين. جاهزين يا اتفضل. يلا يا جماعه يا خلينا نجهز محمد هنصور. خد يلا نور ايوه على ثانية 52 جاهز. ل 10. حسن جاهز. يلا كلاكات ريدي. سكوت. دور. 22/1 اول مره. مامي مامي. نعم يا حبيبتي. باركيلي يا مامي. على ايه يا روح مامي؟ قابلته. مين؟ منجد. وما سابنيش الا لما قلت له ايه بقى؟ هيتجوزني. باركيلي يا مامي. ستوب. هايل هايل. هات 10. يا هايل كويس يا حسن. طيب ابقى اللي بعده. حاجه عظيمه جدا يا مراد بيه. الف مبروك يا مراد بيه. احنا مروحين ومطمنين خالص والبركه فيك. اطمن قوي. عجبتك اللقطه دي؟ مالها؟ كانت لازم تتعاد. البنت فيها حاجه بس عايزه اللي يواجهها. قلبك عليها قوي. لا ابدا، بس بتفكرني بنفسي من 7 سنين. استاذ مراد، الانسه عايزه حضرتك. ازيك يا مدام؟ كويسه.
انا عايز حاجه 35 شوف تاني 35 عايز 35 يا غنم يلا اضرب بسرعه شايف ما كنتش انتظر الاقيكي انت هنا يا مدام. يظهر هنتقابل كتير بعد كده بالشكل ده. نفس الاستوديو اللي اشتغلت فيه كومبارس ويا سالي. بقى ندهلي علشان تقولي لي على حاجه انا عملتها؟ لا، انا عايزه منك دلوقتي حاجه اهم. تخلي المخرج يعمل لنا المشهد اللي بضرب فيه سالي بالقلم. اكشن. بقى استأمنك على بيت يا سوريا وعايزه تخونيني مع جوزي يا موشين يا غشاشه. ستوب. معلش كمان مرة. ثلاثة 73 واحد ثالث مرة. 73 واحد خامس مرة. سابع مرة. 9 مرة. معلش يلا كمان مرة. كلاك. ريدي. جاهز يا حسن؟ مش عايزه تذليني، انا عارفه. فرحانه لاني عاجزه قدامك. هردلك الجميل ده يا هنا. دلوقتي اطفي ضحكتك. اكشن. بستأمنك على بيتي يا سوريا، عايزه تخونيني مع جوزي يا موشين يا غشاشه يا مجرمه. ستوب. هايل. انت اكتشاف. الف مبروك يا مدام. كده انت شفتني انا بمثل؟ طب تعال. اخوك مش كده؟ ايوه. هنا. لا، صافي صافي. قولي لي يا صافي، كنت حاسه انك بتضربي القلم لسرية ولا سالي؟ سالي. لكن ده غلط. ده اللي حسيت بيه وعملته وكل هناني. وما حسيتيش بالذنب بعد كده علشان تعتذري لها؟ انت قلبك كبير. قلبي نسيته بره الاستوديو وهتنسيه على طول؟ زي ما مراد نسي قلبه مع مراته اللي ماتت. صافي، عايزينك في البلاتو. ما تمشيش يا مجدي. انت هنا وما جيتش تسلم عليا؟ ما انا كنت لسه جايه عشان. برافو برافو. انا مبسوط انك غيرت مبادئك وجيت علشان تبارك لها بدل ما تديها محاضرة من اياهم. بس انا ما غيرتش مبادئي. كده مش بطال. اللي قدمها مجدي الانسان مش مجدي الفنان. اسلوب جديد في دنيا النفاق. الله الله الله. سرحان في ايه يا اخ وسايب شغلك؟ لا ابدا، ده انا كنت مريح دماغي شويه. طب قوم شوف شغلك قوم. ما فاضلش غير 2.5 شهر على المعرض. بذمتك؟ يعني خلاص وافق اني هشترك فيه؟ وهتعرض الكلام الفارغ اللي انت راسمه ده جنب شغل الاساتذه المحترمين امثالي. ابوسك. تبوسني؟ اعوذ بالله من غضب الله. كفايه. لا والنبي. بس المهم ان الاقي لي كمان فكرتين 3 جداد. ضيعت انت فرصه كبيره اللي ما رسمتش هنا وهي نايمه. فعلا كان عندك حق. ايه ده؟ استنى بس، لا استنى بس. ايه؟ كامل. ايه؟ هقول لك حاجه بس ما تتريقش عليا. خلاص، معاهده. انا بفكر اسجل قصه هنا بالرسم. يعني هكتبها الاول وبعدين اشوف. وطبعا الفصول لازم تكمل، وعشان الفصول تكمل تبقى انت محتاج تقابلها في الاول، ولما هتقابلها في الاول تبقى محتاج انا ما تقابلها بنكرش ان انا بحب اشوفها دايما واقعد معاها، لكن مش ده كل غرضي. انا بشوف فيها قصه ملايين من الناس في العالم كله اللي بيدوروا زي المجانين عن الشهره وبس، اللي في الفن والادب واللي في السياسه واللي في العصابات واللي في التقاليع. مش كده؟ احنا كمان في اعماقنا من جوه عايزين الشهره، كده ولا لا؟ لكن باخلاص وعلم واصاله،
مش عن طريق الابواب الخلفيه يا سي مجدي. الفيلم الجاي لازم ارقص فيه. الناس بتحبه. جبت ده كله منين؟ ارقصي يا صافي، يا صافي صافي. فينك يا مجدي؟ تشوف قد ايه رقصي يجنن يجنن يجنن. كملي 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 يا هنا. لا يا مراد.
ادخل. هلا، مش معقول. اهلا اهلا، اتفضلي. لا معلش اجيلك وقت مش تاني. ممكن، تعالي. بس لا انا خلصت الليله دي، انا خلصت الصينيه. اتفضلي تعالي هنا، اهلا وسهلا. افوت عليك بكره ولا خلاص؟ يستحسن، يمكن احتاجك تاني. ليكوا سعيد. مع السلامه. لا مؤاخذه عشان الدربكه دي، اصل انت عارفه اننا بنسهر ليل ونهار عشان المعرض. تعرفي صدفه غريبه قوي ان يوم افتتاح المعرض هو نفس يوم العرض الاول للفيلم بتاعي. صاحبتك لا دي الموديل اللي برسمها. بالشكل ده بالليل ولوحدكم؟ دي حاجه عاديه خالص بالنسبه لكل رسام. عندك حق، زي عندنا في السينما الواحدة تتحضن وتتباس فن. على العموم انا كنت جايه لك علشان ترسم لي صورة علقها على باب السينما. قوي قوي قوي. بس دي لازم تكون من جو الفيلم. ما انا لابسه الجو تحت البلط كده. طيب يلا جاهزي. ها، تحب ارسمك ازاي؟ هعمل لك بوز من بتوع الفيلم. عظيم، يلا. ازاي مراد؟ كويس. بقالي مدة كبيرة ما شفتكيش. انا هو ويا ترى كنت بتضيعي وقتك ازاي بعد ما خلصت الفيلم؟ بفكر لوحدي. معلش، اللي بتترسم بتتعب. قعدة واحدة وقت طويل. مش تعبانة مش تعبانة. مالك؟ سيبني اروح يا مجدي. طيب والجزمة والبلطو؟ راح اوصلك. بعد اذنك. انا من اول يوم كنت عارف انت اديتيني مادة لقصة عظيمة بسجلها. وفي المعرض الجاي هتشوف انا هعمل منها ايه. استنى يا اسطى. الله هنا. يا سلام يا سلام، انا هطير من الفرح يا هنا. نجاح مش معقول، مش معقول ابدا. ما كنتش انتظره خالص خالص. تصوري 3 لوحات من بتوعي يتباعوا في اول يوم. ايوه
وعلى فكره من ضمنهم اللوحه بتاع الموديل. وانا كمان الفيلم بتاعي مكسر الدنيا يا مجدي. تصور جاب في اول حفله 109 جنيه ولا الناس كانت هتتجنن عليا. مجدي لازم تيجي السواريه عشان اشوفك وتبارك. لا خلاص مش هسلم الا لما تيجي. هلا يلا حبيبتي بقى عشان البسك واوضبك وتبقي قمر كده قمر. صحيح الناس مبسوطه مني ومن الفيلم. مبسوطه وما تنبسطش ازاي وهو فيه كل حاجه تعجب الزبون. الفستان ده بقى عليك يجنن يجنن. هلا طلعت بمايوه وبشورت وقش تدليك وقش رزعه قلم وقش خناقه والاخر ختمها بحته بوسه تجنن. ويا سلام سلم لو كان الفيلم ده بقى فيه رقصه كان قفل الشارع والحاره اللي جنبه. لا ما انا لازم ارقص في الفيلم الجاي. هو ده. بقولك ايه، خدي بقى معاكي شويه فلوس كويسين عشان نرشهم على الناس اللي هيعملوا لي الجو. وانا كلمت عباس عشان يوضب نفسه. عباس وسع يا استاذ اهو. اتفضلي استهانم. اتفضلي اهلا وسهلا. اتفضلي استهانم. اتفضلي اهلا وسهلا. وسع يا استاذ اهو. الست صافي. وسع يا استاذ. اتفضلي استهانم. اهلا وسهلا. اديني كرسيين في حته كويسه. فاضي كتير نقي اللي يعجبك. بالشكل ده يا استاذ مراد يبقى اراضي اليوم كله مش هيكفي 70 جنيه. بكل اسف. قول لي من فضلك، هي السينمات التانية عملت كام؟ اقل سينما هتقفل 400 جنيه. رحنا في داهيه يا مرسي. بيترقص من الفرح. بس الناس قليله قوي. مش استراحه. اللي طلع يشرب سيجاره واللي هيجيب حاجه واللي في دورة الميه. ما تشتغل يا عباس. كل ساعه بقى عنده اهو. استاذ مراد احنا فلوسنا ما تروحش هدر ابدا. حظكم كده اعمل لكم ايه؟ لا شوف بقى، هي تقدر تعوض انما احنا لا. صبركم بالله يا جماعه. الاستاذ مراد ويانا ومفيش تكليف بيننا وبينه. قصدك ايه؟ يعني انت ممكن تملى دماغها بان في تجار من البلاد العربيه هيشتروا الفيلم بمبالغ كبيره، يعني هيكسب تمام. وبعدين وبلطافتك كده نكتب معاها الليله ورقه جديده نفض بيها الشركه اللي بيننا وبينها، والفلوس اللي دفعناها تبقى دين عليه. الفيلم خلاص هيبتدي يا تمحضر. ايدك بقى على الفلوس اللي هنرشها على الفرقه علشان بقى يشجعوا الفيلم على الاخر. ايه الحلاوه دي كلها؟ ميرسي يا مرسي بيه. احنا هنسبقك ويا مراد على الكباريه عشان نوضب الجو للاحتفال بالنجاح العظيم. مامي. نعم يا حبيبتي. باركيلي يا مامي. على ايه يا روح مامي؟ قابلته. مين؟ منجد. وما يا بنتي دي بتتكلم كده ليه؟ اشمعنى دي اللي هتنطقها كويس؟ ما هو كله زفت واحد. ساتر. أعوذ بالله، فيلم دمه تقيل. دي مهزله مش فيلم. قلت لك من الصور ان الفيلم بايخ، ما صدقتنيش. فلوسي بتوجعني. انت السبب في الصار.
المهم الفستان، التسريحة، الحركات. الوجه الجديد؟ ايوه. ما تبصرش لنفسك ولكرامتك ليه؟ عشان الجبان جبان جبان. ده مش هينفعك، ده مش هينفعني، ده مش هينفعك. يلا يا مراد يلا. استنى انا. اهدي بقى امال. انا عايزاكي اسمعي يا صافي، اسمعي. في كومبينه معموله ضدك، هيقدموا لك ورقه اوعي تمضي عليها. تعمل فيا كل ده يا مراد؟ روقي، اللي راح راح. خلينا نرسم لبكره، والمره دي انا هقف جنبك. انتي؟ ما انا خلاص فشيت غلي وخليتك تغرقي في الفيلم بعد ما ضربتيني بقلم اياه. وهتتاكدي لما تقعدي معايا. اعمل ايه؟ تضحكي وتلعبي وساعتها الفلوس تجري في ايديكي ويفتح لك بدل الفيلم 2 و3 و4. ده اذا كنت لسه غاويه. ده الرسم بتاع بكره. عندك حل احسن يا صافي ملبن؟ نأجل كلامنا لبكره يا مرسي بيه. تيجوا تتعشوا عندي وكل حاجه تنتهي على رواق. وطبعا صافي هتكون موجودة. طبعا هي السهره تحلى الا بيها. جرسون يلا بينا. يلا. عايزه يلا يا مجدي يلا. بتقولوا ايه كل ده انتوا وهي؟ كنت بروقها عشان اخلصك منها من غير اصابات. ولا مش عايز تخلص؟
كفايه كده يا هنا، انت تعبتي، تعالي نقعد. اقعد انت، انا مش تعبانه. يلا احنا بتوع الرقص. ما كنتش اعرف انك مؤرخ عظيم بالشكل ده. انت قريت؟ بس فاتتك حاجات كتير. زي ايه؟ مثلا نسيت ان بطلة قصتك كانت عشيقة للراجل اللي قدمها. انت تاني هم كلهم زينا سبيكيالية؟ لا يا حبيبتي، احنا بس اللي دخلنا من الباب اللي يوصل على أوضة بحر، عشان كده بقينا كده. ارقصي بقى ارقصي. ولما انت بتحبها ليه سبتها تغرق؟ ليه؟ الحقد خلاك تضيعها وتضيع نفسك. انك مش انسان، انت مش انسان، مش انسان، مش انسان. وانت ليه ما وقفتش قصادي؟ ليه ما فرضتش نفسك على حياتها؟ لانك جبان، تافه، سلبي 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 سلبي. لا، مش انت يا مراد، ولا انت يا مجدي، ولا بيتك يا سالي. لا لا، لا، انت كمان يا عابد جيت مصر علشان تبعني بدل ما تقف جنبي وترجعني. هنا هنا